ونروح بعد كده للمركز ال17 مع أحد أروع الأنميات الواقعية من وجهة نظري، طوكيو ماجنيتد 8. أنمي كان هيبقى موجود فعلا في قائمة أقوى الأنميات المظلومة لولا إنه حاجز مكان في القائمة دي من الأول. فعلا أنمي قوي جدا وواقعي، بحيث إن أحداثه تعتبر مستقبلية. لما يحصل زلزال بقوة 8 ماجنيتد هتشوف إيه اللي هيحصل بالظبط لطوكيو وإيه اللي هيحصل للناس. يعني الأنمي واقعي بس مستقبلي، محاكاة للي هيحصل لما يضرب زلزال طوكيو بالقوة دي، زي ما هنشوف برج طوكيو لما ينهار وتتسد معظم الطرق جوه البلد. والأنمي الأسطوري ده عرض في 2009 على 11 حلقة بس، بدون أي مانجا أو فيلم أو رواية، أنمي بس، وده أحد أبرز أسباب ظلمه. والأنمي هيبدأ مع بنت وأخوها الصغير لما يروحوا لمنطقة شيبويا ويحصل زلزال. ساعتها الطرق هتتقفل والدنيا هتتعك، وهيبقى كل هدفهم إنهم يرجعوا البيت تاني بمساعدة الشابة دي اللي هتفضل معاهم على طول. يعني أحداث الأنمي كلها عبارة عن طريق عودة أصحابنا للبيت. شوف الفكرة البسيطة، وهتشوف العقبات اللي هتواجههم من ناحية الجوع والحمام والكلام ده كله. محاكاة مدروسة مش أي كلام، ده غير القصة فيها دراما عالية جدا وأحداث صادمة وتخلي الواحد يعيط، زي لما مثلا الولد يغمى عليه، ولا لما يفوق تاني، ولا حتة المدرسة دي اللي هتربط اللي قلته ده لما الولد مش عايز أحرق أكتر من كده. الحتة دي صادمة بشكل مبالغ فيه، وهتخليك تتفرج على الأنمي تاني علشان تاخد بالك من التفاصيل اللي فاتتك. وأغلب اللي شافوا الحتة دي وفهموها عيطوا فعلا، لأنها حتة صعبة. مش عارف الأنمي ده في مركز متأخر زي كده إزاي. الأنمي ده من أفضل الأنميات اللي شفتها في حياتي، وكمان نضيف جدا. إلا ممكن آخر دقيقة في الأنمي لما يجيبوا طفل رضيع بدون ملابس لثانية أو 2، ده المنظر اللي ممكن تعتبره خارق لطفل رضيع. عدا ذلك الأنمي نضيف.